الكلام النهاردة رايح للسادة المسؤولين في النادي الأهلي. أي لاعب سابق ابنه بيلعب عندك في قطاع الناشئين خلوه يكمل على الأقل لغاية لما يوصل للفريق الأول، حتى لو رجلين الاتنين شمال، حتى لو ما عرفش الكرة مربعة ولا مدورة، حتى لو بيتدقلك في الملعب. لعبوه كورة، اشتركوا له في حمام السباحة، لعبوه على الشناكل، لعبوه أي لعبة لغاية ما يكبر ونخلص منه ومن أبوه. مش هيكلفنا حاجة يعني. أحسن ما أبوه النجم السابق يقعد لنا بقى على الفضائيات ينفسن على الأهلي وينفسن على لعيبته، ويقول لك الأهلي هيروح أمريكا يتفسح ويرجع. يا جماعة لازم تفهموا صوابعك مش زي بعضيها. في ناس نفسياتها همضانة. ومن غير ما نتكلم عن حد بعينه، محمد عمارة محروق من الأهلي جامد قوي. فلو عايز ابنه يلعب لعبوه، خلي حمادة يلعب. أي حاجة بس سي عمارة يحط لسانه في بقه. نفس الكلام ده برضو موجه لنفس المسؤولين في الأهلي. لما يبقى عندكم نجم قديم بس حقود وغيور ومصلحجي، لازم تعملوا حسابكم وتبصوا أي مصلحة من وقت للتاني اتقاء لشره ولسمومه اللي بيطلع يبخها على الفضائيات دي. مصطفى يونس بيقول لك الأهلي صارف مليارات على الصفقات عشان كأس العالم، ولازم لما يروح بقى يكسب كل الفرق. ما كنتوا اشتريتوا منه حتة الأرض بدل وجع القلب ده؟ على الأقل كان هيطلع الخطيب من دماغه شوية. الله يخليكوا أي حد يشتري منه أي حاجة طلعوا له أي سبوبة اتقاء لسمه. نفس المسؤولين دول برضو لازم تعرفوا لما يكون عندكم مدير تعاقدات بس الطموح قتله، وشايف نفسه أحسن من الكل، ومتوسم في روحه الثقافة والإبداع، وأخوه محامي غاوي شهرة ومنظرة، فلما تيجوا تمشوه من منصب معين لأسباب معينة، شوفوا له أي منصب تاني، أي منظر والسلام، أي حاجة على الفاضي. مسكوه مثلا الرئيس التنفيذي لمراجيح المولد، وبصوا لأخوه كام قضية تافهين كده من وقت للتاني، بدل ما كل شوية يطلع يستفزنا بالكلام. خصوصا إن محمد فضل ضيف دائم على أون زمالك سبورت، وبيتعمدوا يجيبوه في كل استديوهات التحليل بتاعت كل ماتشات الأهلي، طبعا مع خفيف الظل أيمن يونس، عشان ينكدوا على الأهلوية ويضيعوا متعة الماتش وفرحة المكسب. أنا بصراحة مش عارف الناس دي كانت في الأهلي إزاي، بس هو ده حال الدنيا. كل مكان كده، في الصالح وفي الطالح، في اللي بيطمر فيه وفي اللي زي القطط ياكل وينكر وكمان يعض الإيد اللي أكلته. في ناس محترمة وفي ناس ما عندهاش دم.